حضرات السادة المشاهدين مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في مصر، أسعد الله مساءكم بكل الخير، والخير لنا ولكم ولسائر الأمة المصرية حكومة وشعبا بإذن الله. سعيد جدا أن أنا موجود معاكم النهاردة في هذا البث المباشر. أتمنى أن حضراتكم كلكم تكونوا دلوقتي شايفيني وسامعيني وفاهميني في الكلام اللي أنا بقوله، بصفة أني مواطن مصري بسيط بيحاول يعبر عن الفرحة اللي جواه، بيحاول يعبر عن حبه وولائه وانتمائه لبلده. بدأنا من امبارح طبعا الاستحقاق الانتخابي اللي كان منتظر من هقول من كل الشعب المصري. انتخابات رئاسة الجمهورية وما سوف يحدث قبل بداية هذه الانتخابات وأثناء العملية الانتخابية، وما هو المنتظر بعد الانتخابات وبعد ظهور النتيجة. طبعا خلوني اتكلم دلوقتي عشان اكون اتكلم بواقعية بس كده، ان انا اتكلم على ادارة العملية الانتخابية اللي بدأت من امبارح السبت الحد الموافق 10 ديسمبر 2023. طبعا احنا امبارح شفنا ملحمة شعبية جميلة رائعة، نتيجة تعاون مثمر ومشترك وبناء بين كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني الوطنية المحترمة. واللي كمل هذا التعاون واللي كلل نجاح هذا التعاون هو المواطن المصري اللي نزل من بيته، أصر على ممارسة حقه تجاه بلده أو حق بلده عليه، لأن الانتخابات دي يا جماعة بموجب بلوغ المواطن المصري سواء راجل أو سيدة 18 عام أصبح تلقائيا مقيد وله حق التصويت في أي انتخابات. فأصبح التصويت في الانتخابات العامة أحد واجبات المواطن المصري المحتمة عليه تجاه بلده. لازم زي بالظبط كده، انا بلدي بتقدم لي ايه؟ في حاجات بتبقى اختياريه، ان انا انزل انتخابات البرلمان، ان انا انزل انتخابات مجالس محليه، انزل اشارك في انتخابات شركه، نقابه، انتخابات. لكن انتخابات رئاسه الجمهوريه يا جماعه ده حق من حقوق الدوله علينا، ويعد بمثابه واجب وطني مقدس على المواطن المصري يجب ان يؤديه تجاه بلده، بصرف النظر عن ميوله تجاه مرشح معين او تجاه حزب سياسي معين. انا مش بتكلم على المرشحين، انا دلوقتي ما بتكلمش عن المرشحين، خلوني اتكلم مع حضراتكم على العملية الانتخابية، الاستحقاق الانتخابي، انتخابات رئاسة الجمهورية اللي تمت منذ صباح امس الاحد 10 ديسمبر. بدأت في الساعات الاولى يا جماعة طبعا نرى ملامح أول يوم في عملية الانتخاب أو عملية التصويت اللي بدأت من الساعة 9 صباحا طبعا بتوافد حشود كبيرة من المواطنين في سائر محافظات مصر. كل المحافظات يا جماعة نزلت مصرة على أداء واجبها نحو بلدها. وكانت العملية يا جماعة فيها شيء جميل جدا، ان هي كانت منظمة بشكل غير عادي. يعني انتخابات عامة، احنا خلصنا من الجولة الاولى من الانتخابات اللي هي كانت عملية التصويت خارج مصر. بدأنا امبارح عملية التصويت داخل مصر على مستوى سائر محافظات مصر. الانتخابات تحت اشراف عملية التصويت والفرز واعلان النتيجة تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة قضائية لا يستطيع اي شخص ان يشكك في نزاهة وعدالة القضاء المصري، دي كجهة مشرفة. اما عملية التأمين فكلها كانت منتسبة لرجال الشرطة المصرية، اللي انا واحد كمواطن من ضمن الناس يعني نزلت ورحت اللجنه ومشيت من بيتي لحد اللجنه ودخلت اللجنه وادليت بصوتي وطلعت من اللجنه تاني رجعت لحد بيتي. كل ده ما كنتش راكب عربيه ولا راكب وسيله مواصلات، انا كنت ماشي على رجلي. حسيت كده يا جماعه ان انا ماشي في اطار سياج امني منظم على اسس وثوابت، منها احترام المواطنه، منها التيسير على المواطنين في دخولهم وخروجهم اللجنة الانتخابية والتسهيل على عملية التصويت.
منها معاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على السهولة في عملية التصويت والإدلاء بأصواتهم. بالإضافة طبعا يا جماعة إن على مدار ال 27 محافظة وإحنا متابعين الأخبار وعلى قنوات ومنصات إعلامية كبيرة وتحليلات سياسية من خلال إعلاميين كبار ومن خلال مراسلين صحفيين ومراسلين إعلاميين، لم نرى مشاجرة واحدة أو أي شيء ملفت للانتباه تم في أي لجنة على سائر مصر. وده إن دل على شيء يدل على إن التخطيط الأمني كان تخطيط راقي وشامل، قدر من خلال خطة أمنية وضعت من أجل تأمين اللجنة الانتخابية، تأمين الجهة المشرفة، تأمين المواطن، تأمين العملية الانتخابية، إن يبقى ما فيهاش أي معوقات تواجه أي مواطن من حيث التوجه للجنة، دخول اللجنة، الأسامي اللي في الكشف، الجهات المعاونة. طبعا كل التحية والتقدير لرجال الشرطة المصرية على مجهودهم الغير عادي اللي احنا شفناه من امبارح وشفناه النهاردة كمان يعني، ولسه هنشوفه بكرة بإذن الله في اليوم الثالث والأخير لعملية الانتخاب. الجهة الثالثة اللي أنا عايز برضو أنتهز هذه الفرصة، اللي هي العنصر الثالث دايما اللي كلل نجاح هذه العملية على مدار 48 ساعة، تعاون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تسهيل عملية الكشف على البيانات الانتخابية للمواطنين من خلال نقاط استرشادية وضعت في الشوارع والميادين العمومية، مجهزة بأجهزة كمبيوتر، وشباب محترم من شباب مصر الواعد من الأحزاب السياسية بصرف النظر عن أسامي الأحزاب، من منظمات المجتمع المدني، من المتطوعين في العمل التطوعي والعمل الخدمي.